عمري ما تخيلت ان اهلنا في السودان يبقى ده رد الجميل، ان هم يشمتوا في واحد من الجيش المصري استشهد علشان بيحمي ثرواتهم. هم اللي حصل يعني انا ما كنتش عايز اتكلم والله في الموضوع ده، لكن لقيت الموضوع زايد عن حده قوي، والكلام يعني يخليك قاعد كده انت مش عارف تعمل ايه. اللي قدام حضرتك ده البطل احمد سمير عبد الوهاب. الراجل ده من قوات حرس الحدود، الراجل كان من ضمن قوات حرس الحدود اللي بتأمن حدود مصر الجنوبية في الفترة اللي فاتت دي. طبعا السودان فيها انفلات امني، الوضع مش مستقر، ربنا خرجهم طبعا من الازمة اللي هم فيها، ولكن مفيش بمعنى اصح حرس حدود بيدير المنطقة صح عندهم من الاخر، يعني خلينا صراحة مع بعض. جم ناس حاولوا ان هم يستولوا على الذهب اللي هو موجود على حدود السودان. في هناك جبال، الجبال دي بيكون فيها حاجات زي مناجم ذهب، فطبعا بيروحوا هم يكسروا في الصخر ده، يكسروا في الصخور اللي في الجبل، ويبتدوا ان هم يعملوا زي عمليه كده من نوع انواع التكرير والمنخل والحاجات دي، ويطلع في الاخر ذهب من الصخر ده. يطلع لهم جرام 2 جرام كيلو هم ورزقهم. فاللي حصل ان القوات المصريه وهي بتامن حدود مصر الجنوبيه بداوا يرصدوا الحركه دي، الحركه بتاعتهم عماله تزيد. فطبعا انت كقوات حرس حدود مش هتسمح ان حد يقرب من ثروات البلد، سواء بتاعتك او البلد اللي هو الجهه الثانيه اللي انت طبعا بدورك كهم اخواتنا، وان انت بتحمي بلد المفروض اخت لينا، يعني احنا المفروض اخوه. فقال لك لا، يعني احنا برضو نحمي الثروات بتاعتهم وما نسيبش حد يستولى عليها. فالراجل للاسف مع الاشتباك مع الناس التانيين اللي هم بيحاولوا ان هم يستولوا على الذهب دول، فالراجل الله يرحمه استشهد. فالناس نزلت عادي ان هي بتترحم على الراجل، يعني لا اتكلموا في التفاصيل ولا اتكلموا في اي حاجه، قالوا الراجل ده اتوفى واستشهد على الحدود ربنا يرحمه. جم بقى ناس من السودان بدأوا ياخدوا الفيديو تريقه، كوميكس، هزار وشماته. والحقيقه انا كنت فاكر اكونت ولا اتنين، اقسم بالله يا جماعه انا بفر لحد دلوقتي اللي انا شفته انا 23 اكونت. ده اقسم بالله في قد ايه؟ يعني انت بتتكلم دلوقتي الساعه خلاص اهي 7 ونص ل 5، انا من الساعه 7 لحد دلوقتي كلها اكونتات شماته، ولا واحد طلع يتكلم كويس. مفيش غير واحد شفته طلع قال يا جماعه الراجل ده احنا ما نعرفش ايه اللي حصل ولا ايه التفاصيل، فندعو له بالرحمه وخلاص يعني. وكمان كان كلامه محايد، لكن يا جماعه تبقى النتيجه الشماته. هو ده رد الجميل؟ يعني احنا لما حصلت الاحداث عندكم واحنا استضفنا اهالينا في السودان، هل ده فكرك ما كانش بيأثر علينا احنا؟ وما تقوليش بجنيهاتي وبفلوس، ان لو هي ماشيه كده كانت دول اوروبا استقبلتك، الفلوس ما كانتش هتنفعك في حاجه. ما كان بيأثر علينا، بس كنا بنقول ايه؟ بنقول عادي، احنا كلنا يعني واحد وعادي نتحمل بعض. لكن انا مش عارف الحقيقه الشماته دي ايه لازمتها، ولا عارف يا جماعه ده يرضي ربنا؟ يعني سيبك حتى من اي حاجه، سيبك من فكره مصري او سوداني، ده يرضي ربنا؟ لكن ده واحد بيحميك، بيحمي ثرواتك، بيحاول ان هو ما يخليش حد يستولى على الخير بتاعك، فتشمت فيه ومصدق انت الناس اللي طلعت تقول لك اصل ايه؟ لا ده احنا بنشمت عشان الجيش المصري كان عايز يستولى على الذهب. ده ايه اللي هاجي استولى عليه عندك؟ يعني فكرك لو انا كنت عايز اعمل ده هسيب كل الاحداث اللي كانت بتحصل والانفلات الامني والكلام ده كله، وهاجي في الاخر ابعت قوات حرس الحدود هي اللي تاخد الذهب؟ وهل دي سياسه مصر يعني في مخيلتك؟ راجع سياسه مصر عبر تاريخها، لا هتلاقي مصر لا استغلت فتره ان حد فيها واقع، ولا استغلت ان البلد فيها انفلات وراحت تاخد ثروات حد، ولا دي كانت سياستنا. دور جيش مصر دايما كان الحمايه. لو سمحت يا جماعه اتقوا الله، اتكلموا كلام يرضي ربنا، لان ده مش رد الجميل ابدا.